قررت النهارده ان انا اجمع لكم افضل وارخص انواع غسولات، وطبعا موجوده في الصيدليات، وانواع مناسبه للبشره الدهنيه والجافه والعاديه والمختلطه. فاعتقد انك بعد الفيديو بتاع النهارده مش هتبقي محتاجه اصلا تدوري تاني على غسول ينفع بشرتك. اخر الفيديو هعلمك ازاي تستخدمي الغسول بطريقه صح علشان تلاقي منه افضل نتيجه، وما تكونيش جايبه غسول كويس جدا وتقولي الغسول ده بوظ لي بشرتي، وتكون المشكله انك انت اصلا مش عارفه تستخدميه بطريقه صح. الغسول هي خطوه اساسيه في الروتين بتاعنا لا غنى عنها. تخيلي كده انك تقعدي طول اليوم ما تغسليش ايديكي بالصابونه، هتحسي بايه؟ لازم اكيد انك تغسلي ايديكي. ده احنا ممكن بنغسل ايدينا مليون مره في اليوم بالصابونه بسبب ان احنا بنمسك حاجات، بنشيل حاجات، كل ده بسبب ان ايدينا تحس ان هي متوسخه. نفس الفكره، تخيلي انك تسيبي وشك من غير ما تستخدمي له غسول اطلاقا. ايه اللي هيحصل؟ ايه ان بشرتك هتبقى دايما فيها اتربه، دايما فيها شوائب، دايما فيها جلد ميت. لو انت بشره دهنيه او معرضه لحبوب دايما هتلاقي ان بيظهر لك حبوب، لان الشوائب والاتربه والحاجات دي بتتراكم على المسام فيبدا ان هو يظهر لنا حبوب. وده كده باختصار شديد جدا ايه هي اهميه الغسول لبشرتنا. انا بس هوريكم نبذه عن الغسولات اللي موجوده عندي الفتره دي وبجربها وبستخدمها دول. وده لو كنت بقى مش عارفه ايه هو نوع بشرتك، فانا كنت منزله شورت فيديو هتلاقيه في الشورتس بتاعت اليوتيوب شارحه فيه بسهوله جدا ازاي تعرفي نوع بشرتك بشويه علامات بسيطه صغننه. لو بصيتي في المرايه بس على بشرتك هتعرفي بشرتك نوعها ايه، من غير ما اقول لك بقى اغسلي وشك وحطي مناديل والكلام ده كله. اول حاجه الانواع اللي تنفع البشره العاديه والجافه، غسول بوبانا من الحاجات الكويسه جدا وتقدري انك تستخدميه لبشرتك، وسعره تقريبا بيبقى عامل حوالي 56 جنيه. تاني واحد اللي هو الايفا سكين كلينيك اللي هو بالهيالورونيك اسيد، كويس قوي قوي سواء كانت بشرتك عاديه او جافه، وفعلا بيدي ترطيب كويس للبشره. تركيه حلوه قوي ممكن برده تفرق معاكي لو انت بشرتك عاديه او جافه، او بشرتك بتكون دهنيه ومختلطه وبتقلب جافه في الشتاء، فاي غسول بيساعد على التفتيح تقدري انك تستخدميه ويكون كويس معاكي وما يسببلكيش مشاكل في بشرتك، زي غسول ليت اب، زي غسول ميلاتكس. بما ان اصلا بشرتي دهنيه يا جماعه، فهتلاقوا معظم الغسولات او الاغلبيه هتكون مياله للنوع ده، لان انا جربت انواع كتير قوي قوي. يعني نبدا بارخص غسول انا جربته، كنت كلمتكم عنه قبل كده، وهو نجيلا. الغسول ده كنت جايباه تقريبا في رينج 45 جنيه، ده كان من كذا سنه، دلوقتي تقريبا وصل 60 جنيه. حلو قوي، سعره مناسب جدا، هو شويه بينشف البشره بس في نفس الوقت كويس للبشره المعرضه للحبوب والبشره الدهنيه. ده تاني غسول كان حلو قوي معايا، هو غسول دير. الغسول ده فيه ماده اسمها الماتمارين، الماده دي من المواد الكويسه قوي للبشره الدهنيه، تقريبا هو الوحيد اللي انا استخدمته فيه. الماده دي بينظم افراز الدهون، حسيته بينظف بشرتي كويس من غير ما ينشفها. تالت غسول بقى ده تقريبا تالت علبه منه، لسه هستخدمها ان شاء الله، بجيبه دايما في الصيف، هو ديرماتيك. ديرماتيك الحلو فيه ان انا بجيبه في العروض، فبيكون سعره نص السعر تقريبا، فيعتبر سعره في الفئه الاقتصاديه المعقوله للبشره الدهنيه ومعرضه للحبوب. حلو قوي، بينظف البشره كويس قوي، بس كانت مشكلتي معاه ان هو بينشفها شويه. عايز ان تكون في ذروه الصيف ان احنا بشرتنا كلها بقى دهون، او بعد الشهر يبقى عندنا حبوب، عشان يعالج معانا الموضوع ده ويقلل شويه الحبوب اللي تكون موجوده في البشره. نصيحه بقى مني ليكم، ما تجيبوش منتجات من شركه انتوا عارفين ان هي بتنزل عروض غير وقت العروض. ليه؟ ده هيوفر معاكم كتير قوي، بدل ما هتكوني جايبه غسول بس هتلاقي نفسك جبتي غسول مرطب بسعر منتج واحد من عندهم. الغسول اللي بعده اللي انا بستخدمه حاليا وكنت قلت لكم في الفيديو اللي فات عليه، هو كيارا، من الغسولات الممتازه اللي فعلا فيها مواد فعاله موجوده في لاروش وافان وفيشي والكلام ده كله، اللي هو ساليسيليك وجلايكوليك. عايز بشره تكون دهنيه، بشره تكون معرضه للحبوب، بشره مختلطه، حلو فيه ان هو فيه ساليسيليك اسيد ومش بينشف البشره. يعني عايزه اقول لك انك لو جبتي غسول لاروش اللي فيه ساليسيليك اسيد هتلاقي بشرتك ناشفه جدا، ده لا ما نشفش بشرتي، ودي حاجه انا حبيتها فيه قوي الصراحه. بلس ان هو كمان سعره كويس قوي. من الحاجات بقى اللي مش معايا دلوقتي في البيت بس كنت جربتها، اللي هو التوبي جنت سيبم، حلو قوي وفعلا بينظف البشره كويس، بس مشكلته ان هو بيخلص معاكي بسرعه، هو بيبقى عباره عن رغوه مش بيطلع جل شبه الانواع اللي انا وريتها لك، فدي كانت مشكلته الوحيده، وبينشف البشره شويه. يعني عايز بشره دهنيه او معرضه للحبوب فقط. في 4 غسولات انا ما حبيتهمش، وفي منهم 2 مشهورين جدا، اللي هو السينوبار والناتاري. بصوا يا جماعه، هم حلوين وكويسين مع ناس كتير، بس كانوا معايا انا مش احسن حاجه الصراحه. ناتاري حسيته مش بينظف البشره كويس. السينوبار ده بقى كان اول غسول تقريبا استخدمه اول ما بدات سكين كير تقريبا من ياما قوي، ما حسيتهوش خالص للبشره. كان عندي وقتها حبوب، ما كانش بيفيد خالص الحبوب اللي موجوده في بشرتي، يعني ما كانش بيقللها شويه، بينشفها شويه، فده من الحاجات اللي انا ما حبيتهاش برده. وغسول سيفورا اللي بالطم كلمتكم عنه قبل كده، الغسول ده هو حلو ولذيذ، بس ده مش للبشره دهنيه، هم مخصصين للبشره الدهنيه، لا ده مش للبشره الدهنيه، مش بينظف البشره اطلاقا، مش خالص اطلاقا، كانك بتستخدميه كده كماسك كده، يديكي بس شويه كده نضاره، شويه جلد ميت موجود في البشره بس. رابع غسول اللي هو النيتروجينا اللي بالجلايكوليك اسيد، ده من اسوأ انواع الغسولات الحرفيه انا جربتها يا جماعه. حرفيا في تقريبا نعناع، ما تفهميش في ايه، انت بتحطيه على بشرتك من هنا وعينيكي تفضل تنزل دموع، يعني تنهار من هنا بجد، وحش قوي بجد، ما تجيبوهوش، تقيل قوي على البشره، بتحسي ان بشرتك مشدوده جدا، بتحرقك جدا. يعني لو جبتيه تستخدميه مره واحده بس كماسك في الاسبوع، مش هتستخدميه كغسول خالص. هو كماسك عشان فيه جلايكوليك اسيد ممكن يكون كويس، بس برده مازال ان هو فيه عطور او فيه مشكله. يعني واحد بقى من الحاجات الغاليه شويه بس فعلا رهيب، اللي هو النوستا ايجي اللي بجزيئات الذهب. الغسول ده تحفه تحفه جدا، تحسي كده ان في شويه نضاره في بشرتك، في بقى مواد فعاله كتير قوي، في مواد بتساعد على الترطيب، مناسب لكل انواع البشره، فكان في الشتاء معايا حاجه رهيبه قوي. برده انا بستخدمه بالتبادل مع كيارا. اخر واحد بقى اللي هو الكافيارو ده، انا جربته حوالي 3 مرات، عشان كده لسه هو ما خلصت كتير منه، حلو قوي برده،
بينظف البشره حلو قوي، بس من غير برده ما تحسي ان بشرتك مشدوده. النقطه دي ليه انا باكد عليها في معظم انواع الغسولات، لان النقطه دي بتفرق مع الناس تاني اللي بشرتها بتكون دهنيه، انك محتاجه ان بشرتك تكون نظيفه وفي نفس الوقت ان الغسول ما تحسوش ان هو شال الدهون الطبيعيه اللي البشره اصلا بتفرزها. فده كان من الحاجات الكويسه، بس برده سعره شويه عالي. اعتقد ان احنا عندنا انواع كثيره جدا جدا من الغسولات الفعلا كويسه للبشره بجميع بقى انواعها. خليني ارد على كومنت انا عارفه ان هو هيتكتب تحت الفيديو ده قبل ما يتكتب. في ناس ممكن تقولي ان برده الاسعار دي كده غاليه مش رخيصه. انا لما قلت لكم ان هي هتكون اسعار رخيصه، هتكون ارخص من غسول ب 500 و600 جنيه و400 جنيه والاسعار دي. خلينا متفقين انك لو بشرتك فيها حبوب، اثار حبوب، حبوب تحت الجلد، رؤوس سودا، فاي غسول مش طبي للاسف مش هيكون كويس خالص مع بشرتك، وممكن يزود الطينه بله شبه ما بيقولوا. انا في الحاله دي دايما بفضل ان احنا بقى لو معناش امكانيه ان احنا نجيب خالص غسول، نلجا للصابون الطبي ونجيب له علبه حافظه، نحطه الصابونه جوه العلبه ومحدش يستخدمها غيرنا، افيد مليون مره من اننا نجيب الغسولات اللي بتكون موجوده في الماركت اللي ممكن تضر بشرتنا. فلو انتوا بقى عايزين ان انا اقول لكم على افضل انواع صابونات طبيه لكل انواع البشره برده شبه ما عملنا المره دي، قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو حلو قوي للموضوع ده. تعالي بقى اقول لك ازاي تستخدمي الغسول بطريقه بروفيشنال وصح علشان تلاقي منه اقصى استفاده وما تضيعيش الغسول بتاعك على الفاضي. اول خطوه مهمه جدا انك لازم تكوني غاسله ايديكي بالصابون. انا غسلتها بقى في الحمام ونشفتها. تاني خطوه مهمه وانا دايما بعملها الصراحه، لان لو الغسول بتاعك فيه مقشرات هتفرق قوي معاكي ومش هتخلي الغسول حامي على البشره، انك لازم تبلي بشرتك قبل ما تغسلي بشرتك بالغسول. خلينا نستخدم معاكم بتاع نص ايدج عشان هو لونه اصفر فهيبان معايا المقدار اللي انا عايزه اوريه لكم. بتاخدي من الغسول مقدار بالظبط عقله وحاجه بسيطه من العقله الثانيه، يعني تقريبا عقله ونص بالظبط من الغسول علشان تلاقي منه اقصى استفاده. ما تاخديش اكتر من كده وما تاخديش اقل من كده. بعد كده بتبلي ايدك كويس قوي وتحطي بقى الغسول بتاعك بالظبط، هو ده المقدار اللي احنا المفروض ناخده من الغسول. بعد كده بتحاولي انك تدعكي الغسول كويس قوي في ايديكي لحد ما يكون معاكي بالشكل ده، وبعد كده بقى تحطيه على بشرتك. وانتي بتحطيه بتحاولي انك تعملي مساج بحركات دائريه في كل اماكن البشره، وده هيغنيكي عن انك تجيبي الفرش السيليكون اللي بيستخدموها علشان ينضفوا بيها البشره، اللي انا قلت لكم اصلا ان الحاجات دي بتضر البشره. لو بقى انت عندك رؤوس سوداء او عندك حبوب تحت الجلد وبتستخدمي غسول فيه ساليسيليك اسيد، فحاولي انك تكتري المساج في الاماكن دي. تيجي بعدها الغسول لمده 30 ثانيه بس على بشرتك، وبعد كده بتشطفيه مش اكتر ولا اقل عشان تلاقي منه اقصى استفاده. في بعض الغسولات ممكن نسيبها لمده دقيقه لو احنا بنعالج مشكله معينه في بشرتنا شبه اثار الحبوب او الحبوب اللي تحت الجلد. وبعد الغسول يا جماعه مهم جدا ان احنا ننشف بشرتنا بالمنديل مش الفوطه اللي في الحمام. بس انا بقى لي فتره الصراحه بستخدم الفوطه دي بتاعه ايكوي اللي هي المايكرو فايبر. انت بتنشفي بقى بطريقه الطبطبه بالطريقه دي كده اهوت. الفوطه طبعا بتكون افضل بكتير من المناديل، مش بتفرفت ولا بتفرول في الوش، بلس ان هي انعم طبعا من المناديل على البشره. الفوطه دي مش بتطلع حبوب، لكن الفوطه اللي في الحمام بتعمل لنا حبوب. بس كده انت بتكوني استخدمتي الغسول بطريقه صح، لقيتي منه اقصى استفاده. كل الستبس اللي انا قلت لك عليها الخطوات دي تمشي عليها بالظبط علشان ما تضيعيش الغسول بتاعك وفعلا تلاقي منه اقصى استفاده لبشرتك. اتمنى يكون الفيديو فعلا عجبكم، ولو استفدتوا منه ما تنسوش انكم تقولوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو جاي عن ايه، وتعملوا لايك للفيديو ده، ويا ريت تشيروه مع صحابكم عشان تشجعوني كده وتحفزوني ان انا اكمل اكتر. وبس كده، باي باي.